سعيدة عليكم. بمناسبة سرقة اسورة من المتحف المصري في يوم 9/9/2025 الشهر ده يعني، وجرأت موظفة في المتحف انها تتورط في جريمة زي دي، هحكي موقفين حصلوا لي في المتحف من سنين طويلة يدقوا الجرس عن الخطر الكبير المستني الآثار المصرية لو فضل مصر يحكمها أو يشارك في حكمها عقل مش عقلها. ايه معنى الكلام ده؟ في حاجات كتير حوالينا بقت تحسسنا ان مؤسسات البلد اللي فيها مش عقل مصري وبس، لكن بيتحكم في قراراتها عقول مصرية زائد عقول هكسوسية، من اول اللي في مراكز صناعة القرار لحد الموظفين والناس اللي شغالة في كل مكان، وانه عشان كده بتطلع القرارات حتى في الامن القومي عكس بعضها، يعني يعملوا اللي فيه مصلحة البلد واللي ضدها في نفس الوقت، لان المصري والهكسوسي بيحكموا مصر سوا. تخيل. وكأن المصري الموجود في المؤسسات دي كأنه بيعافر عشان يطلع قرارات لمصلحة البلد، ويلاقي في وشه الهكسوسي يعمل القرارات العكس اللي بترخصنا وتبيعنا في أقرب سوق. وبنسبة اللي حصل في المتحف اليومين دول وهو سرقة الاسورة، في موقفين حصلوا لي في المتحف وكتبت عنهم في حساب لي على تويتر اسمه توطين الهكسوس نكبة في سنة 2022، وهعيدهم هنا في المقالة دي. هما يبانوا موقفين صغيرين أو عادي يعني يعدوا، لكن في رأيي فيهم الخلاصة. الموقف الأولاني حلو والموقف الثاني مر قوي ويخلع القلب من الضلوع، وهبدأ بالحلو. الموقف الحلو كان قبل 2011 بسنين طويلة، وأنا طالبة في كلية الإعلام قبل ما أدرس دبلومة الآثار المصرية في كلية الآثار جامعة القاهرة. زرت المتحف لأول مرة في حياتي، كنت لسه جاية من سوهاج وكنت طالبة ساعتها في كلية الإعلام جامعة القاهرة. لقيت ترحيب كبير بيا من الموظفين وكمان ناس في قوات البوليس اللي بتأمن الدخول للمتحف، ولقيتهم مبسوطين إن في طالبة جاية مع نفسها تزور المتحف وحدها، محبة في الآثار، لأن أكتر الطلبة وقتها اللي فهمته يعني منهم كانوا بيروحوا إما رحلات أو طلبة كليات الآثار والفنون الجميلة اللي جزء من تخصصهم هو الآثار، ولازم يزوروا المتحف جزء من دراستهم. وفي مرشد أو موظف هناك كان واقف مع أجانب في قسم المومياوات، وسألته عن حاجة في تاريخ رمسيس الثاني، فرح بأسئلتي، ولقيته بعد شوية ساب الأجانب أصلا وخد جنب وقعد يشرح لي قصاد القاعة بكل احترام واهتمام، وقال لي أنا عارف إن تذكرة قاعة المومياوات غالية، هات أصحابك في الكلية في أي وقت وأنا أدخلكم ببلاش وأرد على كل أسئلتكم. وقال لي اسمه وقتها عشان أبقى أسأل عليه، وكان اسمه طارق. وقتها حسيت بتقدير وإن الناس دي بتحب بلدها وأثارها قوي، ونفسها كل اللي تعرفه عن عظمة آثار مصر توصله لكل مصري، خصوصا لما يكون المصري ده مهتم. وأما الموقف الثاني فكان زفت الزفت، وللصدفة كان برضو عند قاعة المومياوات، وهو كان بعد الفوضى أو اللي بسميها زفتة يناير 2011. ووقتها كان السياحة بقت قليلة قوي في مصر زي ما احنا فاكرين، ورحت مرة المتحف المصري فكان تقريبا فاضي من السياح، ودخلت برضو قاعة المومياوات وخدت فرصة انه فاضي، وقعدت يجي نص ساعة مع الأجداد في القاعة، وأنا قاعدة ألف بين الأجداد فيها، وبالمعلومات القليلة اللي كانت عندي عن تاريخنا القديم أتخيلهم لما كانوا عايشين، وأراجع في دماغي مواقفهم والحاجات اللي عملوها، وأتخيل إزاي كانوا بيتصرفوا بيتكلموا وقد إيه كانت هيبتهم في الدنيا، وأقول لنفسي لو ردت فيهم الروح دلوقتي وشافوا حالنا دلوقتي هيقولوا علينا إيه. وأما خلصت لفتي وقعدتي معاهم وأنا مبسوطة قوي من جوايا بالفرصة اللي أنا أقعد معاهم لوحدي المدة دي، طلعت من القاعة وعلى باب القاعة لقيت موظف مكلضم كده وبيقول لي انت اتأخرت ليه جوه؟ استغربت السؤال لأنه في كاميرات ومتشاف بعمل ايه، واستغربت أكتر من دي مني، بس رديت وقلت له كنت قاعدة مع أجداد. لقيت وشه اتكهرب واحمر وقال لي أجدادك؟ قلت له اه، هما مش أجدادك برضو؟ قال لي بغيظ وكأنه بينش حاجة من على وشه، لا طبعا مش أجدادي. وقتها طب قلبي بين رجليا واتخضيت جامد. ليه؟ أول حاجة لأن أول مرة كنت أشوف مصري يقول على أجدادنا إنهم مش أجداده، وبدي كمان كده. تاني حاجة لأن اللقيط ده بيشتغل فين؟ بيشتغل في المتحف المصري، يعني ممكن يعمل أي دهية أو يتهاون في أي حاجة تضيع تراث الناس اللي بيكرههم دول، ويبقى سهل يترشي.
أو ينقل أي أسرار أو معلومات مهمة تخص المتحف لناس عايزة تسرقه أو تعمل فيه أي بلبة. بصيت له بقرف ومشيت، بس كانت أعصابي متكهربة. ودلوقت كل ما افتكر الحكاية دي أقول يا ريتني كنت كملت معاه كلام شوية، أعرف إن كان هو متضايق من أجدادنا ومش بيحترم أثرنا عشان مثلا متأثر بالجماعات الدينية اللي بتكفر الحضارة المصرية وبتكرهها، ولا عشان هو من الهكسوس القدام اللي ناسبين نفسهم لبلاد أجنبية وقبايل ومعتبرهم هم نسبه الحقيقي، مش إن نسبه الحقيقي أرض مصر وبس. هنا بقى ممكن نوصل للهو الخفي. إيه هو اللهو الخفي؟ مع السنين بقى الواحد بقى يكتشف إن العينة دي موجودة في مؤسسات كتير في الدولة، بما فيها مؤسسات حفظ الأمن القومي وأماكن صناعة الرأي العام والإعلام، وفيهم اللي بيتنطط زي السحالي ويقول أنا أجدادي ترك، أنا أجدادي عربان، أنا أجدادي الشوام أو أي دهية، أو بيعتبر إن قدوته في التاريخ بس هم الصحابة لو مسلم، أو القديسين المسيحيين لو مسيحي، أما أجدادنا المصريين قبل المسيحية والإسلام فشايفهم شياطين، ولا في أي اهتمام إن هم اللي صنعوا البلد دي وهم اللي ضحوا عشانها وهم اللي سابولنا المجد اللي فيها ده كله. والناس دي واخدين مكان جنب المصريين اللي ما بينسبوش نفسهم إلا لمصر، وحتى أخدين فرص أحسن بكتير من أولاد مصر. إزاي؟ لأنهم من أيام الاحتلال متسلسلين في الغنى والمناصب وبيجيبوا بعض فيها، يعني بيجيبوا بعض وبيرشحوا بعض، ده غير طبعا إن هم في الحياة الاجتماعية بيناسبوا بعض. وحتى ثورة 23 يوليو سنة 52 ما لحقتش تنظف البلد منهم، يا دوب بس نحلت ريش ناس منهم بقوانين الإصلاح الزراعي والتأميم ونشر التعليم بين كل المصريين، وفتحت الفرصة بمجانية التعليم الجامعي لعدد أكبر من المصريين الحقيقيين إنهم يوصلوا لمناصب أو مراكز بشكل أكبر من اللي كان يقدروا يوصلوا له قبل 1952. لكن لما توفى عبد الناصر حصل إيه؟ بدل ما اللي بعده يكملوا في رد البلد لأهلها الحقيقيين ويطلعونا من المتاهة بتاعة القومية العربية اللي عطلت عبد الناصر نفسه إنه يكمل في تنظيف البلد من أكترية التيارات الدخيلة والهكسوس القدام، عملوا ايه بقى اللي جم بعده اللي حكموا البلد بعده؟ طلعوا عصابة الإخوان المسلمين من السجون وفتحوا الجامعات والجوامع للجامعات الدينية المتطرفة، ورجعوا الإقطاعيين القدام اللي أكترهم من الهكسوس القدام رجعوا ياخدوا المراكز والنفوذ في البلد شوية بشوية، وانضم لهم الإقطاعيين الجداد اللي اتخلقوا عن طريق استغلال النفوذ في المناصب أو الانفتاح سداح مداح أو الخصخصة وبيع أملاك البلد ليهم وللأجانب. طبعا ونضيف لده اللي اتجنسوا بعد كده، يعني ناس شبه السوري باسل سمقية اللي هو واحد بقى من العتاولة في النفوذ والثروة في مصر دلوقتي وهو سوري ولهف للأسف من قريب الجنسية المصرية. وهم دول الناس اللي ممكن نسميهم اللهو الخفي، الهكسوس القدام زائد الهكسوس الجداد زائد المتأدلجين بتيارات دينية وسياسية ضد الدولة الوطنية. دول اللهو الخفي اللي بيبقى السبب الأساسي وراء أزمات كتير بتتصنع في البلد وبتخنقنا، سواء في احتكار سلع مهمة أو زيادة مش طبيعية في الأسعار أو تبويظ مؤسسات التعليم والصحة عشان يكرهوا الناس في التعليم والعلاج المجاني ويخلوهم يقبلوا الخصخصة والاستثمار الأجنبي يتحكم في حياتنا، وتبويظ الزراعة أو تحويل عيالنا من أشطر الناس في كل شغلانة وتخصص لسلعة تتصدر زي الطماطم والبطاطس للبلاد العربية وغيرها باسم عمالة، ورميهم للذل والمهانة هناك. وهم أقصد التشكيلة بتاعت اللهو الخفي دي هم أساس في تجارة الآثار والسلاح والمخدرات، وقرارات كتير اتخذت وبترخصنا زي قوانين بيع الجنسية المصرية وتفصيل 200 قانون لتوزيعها على الأجانب وبيع أصول الدولة وأراضيها والتفريط في تراثها وحضارتها للسعوديين وللأفارقة السود وغيرهم، وتوطين الهكسوس الجداد، وتحويل مصر لبلد بزراميط تحت اسم قبول الآخر واحترام التنوع والاختلاف. وده لأن كتير من النوعية دي اللي هي تشكيلة الهكسوس القدام على الجداد على المتأدلجين بتيارات دينية وسياسية هم عدد كبير من أعضاء البرلمان واللي في الحكومة واللي كتير في مراكز النفوذ، فتقريبا شبه هم المتحكمين في صناعة وتفصيل القرارات والقوانين.
وهم دول أو تشكيلة اللهو الخفي دول اللي ورا إنه كل ما مصر تمشي لقدام شوية ونفرح ونهلل نلاقيها وقعت تاني بسرعة والدنيا اتطربقت فوق راسها تاني. دول هم عدو مصر نمرة 1 لأنهم العدو الباطن. في ناس تقول يعني هو كل المصريين ملايكة، يعني هو مفيش مصريين وحشين، الحاجات الوحشة في مصر كلها بس سببها الهكسوس القدام أو تشكيلة اللهو الخفي دي. طيب نرجع تاني عشان نجاوب على السؤال ده، نرجع تاني لحادثة سرقة الأسورة من المتحف المصري وكان متورط فيها أخصائية ترميم في المتحف. يا ترى دي إيه وراها؟ مجرد واحدة طماعة في الفلوس زي الموجودين الطماعين الموجودين في أي شعب، وطمعها عماها حتى عن العقوبة الكبيرة اللي بتستنى موظف حكومي يسرق الآثار؟ ولا سهل لها الطمع ده إنها تبع تفكير الجماعات اللي بتكره الحضارة المصرية وتعتبر آثارها غنيمة لأي حد؟ ولا هي مش معتبرة المصريين دول أجدادها وشايفة ليها أجداد تانيين وبرضه معتبرة تراث أجدادنا غنيمة للي زيها؟ ممكن يكون أي سبب من دول أو كذا واحد مع بعض، بس الأكيد هو إنه النوعية التانية والتالتة، يعني اللي تبع تيارات دينية وسياسية بتكره مصر والهكسوس القدام اللي شايفين ليهم نسب أجنبي حاطينه فوق النسب المصري، هم سبب رئيسي في محاولة ضرب الحضارة المصرية وبيع مصر تاريخ وأرض وأثار ومصانع وشركات وحتى بشر. وبيبان ده كويس في فتاوى وتصرفات الجماعات الدينية وكتير من البدو والعرب والمستعربين ومن الفكر اليسارجي وبتوع المواطن العالمي اللي مستخبيين في الجنسية المصرية، واللي بقينا نشوفه في السنين الأخيرة من التفريط في التراث المصري وتسجيله باسم السعودية في اليونسكو تحت اسم ما كلنا، والحجة بتاعت اللي بيعملوا كده في وزارة الثقافة وغيرها إنه ما كلنا عرب زي بعض وده تراث مشترك. فإن كان في البلد في ناس الطمع هو اللي بيخليهم يسرقوا، وطبعا المصريين فيهم ناس بيسرقوا، في حرامية موجودين في كل عصر زي أي بلد. لكن لو أنا عندي حرامي في البلد أو عندي واحد طماع أو عندي واحد بيقول يلا نفسي مثلا، ليه أحط عليه 10؟ ليه أخليهم 10؟ لو عندي 20 لو عندي 1000 ليه أحط عليهم طوفان من الناس المتأدلجين والهكسوس القدام والهكسوس الجداد اللي دخلوا مصر باسم لاجئين ومستثمرين ومجنسين؟ وليه أفتح الباب ودي الفرصة لهكسوس قديم أو جديد أو متأدلج إنه كمان يبدع ويفنن في التخريب وفي نوع الجرائم اللي لو كانت بس متورط فيها مصريين كانت هتبقى أخف على البلد 1000 مرة من إنه تبقى جرائم بيعملها ناس بيعملوها بقلب يكره البلد حقيقي وشايفها غنيمة، وكمان هو تبعه بلاد أو تنظيمات أو قبائل برة بتساعده بتقويه ضدنا وبتقوي قلبه. ليه؟ الكلام اللي قلناه ده اللي عايزه مكتوب في مقالة هيلاقيه في المقالة نشرتها على مدونة كيما والهكسوس، عنوانها بمناسبة سرقة أسورة المتحف المصري، مصر مش بيحكمها عقل واحد بين قوسين اللهو الخفي، بقلم افتكار السيد بين قوسين نفرتاري أحمس، تاريخ 19 سبتمبر 2025. وفي الآخر كل اللي بيحصل حوالينا دايما بيعرفنا إن مفيش نجدة للبلد دي إلا إنه ترجع مصر للمصريين، المصريين الحقيقيين، مش المصريين بورقة الجنسية لكن عقولهم وقلوبهم مع بلاد وتنظيمات برانية. وفتكم بألف عافية. تعودوا